السلام عليكم على كل الأهلاوية وكل الناس المحترمة اللي بتسمعنا. النهارده هنتكلم عن بعض أخبار النادي الأهلي. النادي الأهلي بعد ما خلص كل اتفاقاته مع المدير الفني على المعسكر وإيه اللي هو محتاجه من اللعيبة اللي هتمشي، من اللعيبة اللي هو محتاجها، خد أجازة 10 أيام وسافر لأسبانيا. بس إدارة النادي الأهلي شغالة على المعسكر وعلى الماتشات الودية اللي هتتلعب في تونس. الماتشات الودية دول هيبقوا 3 ماتشات. ماتش منهم خلاص الأهلي اتفق عليه بنسبة 100%، وهو ماتش النجم الرياضي الساحلي. الماتش ده هيبقى من ضمن المئوية بتاعت نادي النجم. الأهلي كان هيلعب ماتش تاني بس للأسف الماتش ده اتلغى. كان هيلعب ماتش مع الأفريقي التونسي. الماتش ده طب اتلغى ليه؟ اتلغى لأن الأفريقي التونسي جاي له مدرب جديد. فالمدرب الجديد ده قال لك لا، أنا مش عايز ألعب ماتشات مع فرقة تقيلة في الأول. عايز ياخد الموضوع بالتدريج، بحيث ان هو خسر او حصل نتائج مش كويسه الانطباع الجمهور عنه ما يبقاش وحش. فعشان كده رفض انه يلعب الوديه بتاعت النادي الاهلي. بس الاهلي شغال على ان هو يقدم للفريق بتاعنا 3 وديات كويسين مفيدين للفريق. ندخل بقى على اخبار لعيبه النادي الاهلي وموسم الانتقالات. هنبدا الاول باشرف داري. اشرف داري جاي له كذا عرض من الخليج، ابرزهم من الدوري السعودي دوري يلو، دوري الدرجه الثانيه. اللعيب شايف ان انا ما اروحش العب في السعوديه درجه تانية. انا لو هروح السعوديه لازم العب درجه اولى وحاجه من الفرق الكبيره هناك، او اي فريق خليجي لازم برضه اروح فريق من اللي هم التوب. طيب اللعيب برضه يقول لك انا لسه ما حققتش حاجه مع النادي الاهلي، انا محتاج ان انا احقق حاجه مع النادي الاهلي. فهو كمان مش مرحب قوي بفكره انه ايه، انه يمشي من الاهلي. طب ده وجهة نظر اللعيب. طب وجهة نظر النادي الاهلي ايه؟ النادي الاهلي مرحب بان اللعيب يمشي لو جه عرض كويس. فالاهلي ما عندوش مشكلة ان عرض عرض النادي اللي في دوري يلو لو كويس ومناسب للنادي الاهلي، شكرا ومع السلامة. طب الاهلي هيعمل ايه لما يمشي داري لو مشي؟ طبعا في كذا اختيار من الاجانب للنادي الاهلي في نفس المركز ده، سنهم اصغر، الراتب بتاعهم اقل، وهيتطوروا معاك، هيلعبوا سنة سنتين وتقدر تبيعهم وتستفاد منهم. علشان كده الأهلي ما عندوش مشكلة إنه اللعيب يمشي. الحاجة التانية وهي قصة النادي الأهلي مع سيراميكا، وهي قصة بصراحة أنا عن نفسي مستفز منها، ومش فاهم إيه السبب اللي يخلينا نمشي لعيب أو ناخد منهم لعيب أو اتنين ونديلهم قدامه 4. أكيد اللعيب اللي في سيراميكا مش أحسن من اللعيب بتاع النادي الأهلي. اللعيب بتاع النادي الأهلي على الأقل احتكاكاته قوية، كاس عالم، دوري ابطال افريقيا، فيعني مش بالشكل ده. طب ايه اللي حصل؟ سيراميكا مدي للاهلي بيكهام، ومدي الاهلي، والاهلي دلوقتي بيخلص في احمد شكري. بيكهام اعاره الاهلي عايز يحولها لبيع نهائي، واحمد شكري بيع نهائي زي ما احنا كلنا ايه عارفين. هو عايز قدام ده ايه؟ يقول لك ما تدينيش فلوس، انا هاخد منك لعيبه ولعيبه قدام لعيبه وشكرا حبايب، مش عايزين من بعض حاجه. هم عايزين ياخدوا كريم الدبيس اعاره، عايزين ياخدوا احمد عبد القادر بيع نهائي، خالد عبد الفتاح بيع نهائي، ورضا سليم اعاره. الاهلي رافض تماما موضوع كريم الدبيس. يعني كريم الدبيس المدرب محتاجه، في نفس الوقت انا بقوي الناحيه دي، فانا مش هطلع لعيب وهحط مكانه لعيب انا مع كده ما عملش حاجه. الاهلي رافض القصه دي تماما. خالد عبد الفتاح مفيش فيه مشكله. رضا سليم الاهلي تمام موافق انه يطلع اعاره، بس الاختلاف كله جاي في الحته بتاعه الراتب بتاعه. نادي سيراميكا عايز الاهلي يتحمل جزء بنسبه معينه، والاهلي بيحاول يقلل النسبه دي. وهنا رضا سليم انا بحييه الصراحه، لان رضا سليم ما عملش مشكله للنادي الاهلي، موافق بيسهل الدنيا، مع انه يقدر دلوقتي يقول لك لا انا مش همشي، قائمه الاجانب عندك مقفوله، ياخد عقده كامل ويروح سيراميكا بفلوس، او يروح اي نادي هو عايزه. بس هو ما عملش كده، هو الراجل محترم، والراجل النادي الاهلي هيطلعه وهو ما عندوش مشكله. النادي الاهلي احتاجه اعتقد برضه هيرجع ما عندوش مشكله. فشابوه لرضا سليم. احمد عبد القادر الاهلي رافض انه يطلع بيع نهائي. الاهلي شايف انك لو عايز اللعيب
يطلع اعاره، بس بشرط تقنع اللعيب بالموضوع ده. احمد عبد القادر مش هيبقى ليه مزاج، لانه غالبا احمد عبد القادر متفق مع يا الزمالك يا بيراميدز انه هيخلص نفسه ويروح لهم. فالاهلي طبعا مش هيديله الفرصه دي، لان مش هتمشي ببلاش. احنا ما عندناش حاجه اسمها تمشي ببلاش. انت مش عايز تروح الاعاره او تمشي لنادي سيراميكا بيع، خليك موجود لحد ما عقدك يخلص وشكرا ليك ومع السلامه. انما تمشي ببلاش دي مش في القاموس بتاعنا. اللعيب الثالث واللي كل الناس بتتكلم عنه دلوقتي وهو وسام ابو علي. وسام ابو علي هو تقريبا متفق مخلص مع نادي في قطر، فبيضغط على النادي الاهلي عشان يمشي. الاهلي ما عندوش مشكله خالص انه يمشي، بس انا ببيعك بيع غناوه زي ما بيقولوا. والله جالي العرض المناسب ليا، شكرا، شرفتنا الشويه دول وهنجيب غيرك. طب ما جاليش العرض وجاي لي نادي بيستغل ان اللعيب عايز يمشي وهينزل في سعره، مش هبيعك، خليك موجود. المشكله هنا مش في وسام بقى، المشكله انا هعوض وسام بمين. انت هنا قدامك اختيارين. الاختيار الاول هو مصطفى محمد. مصطفى محمد لعيب مصري كواليتي عالي، بيلعب في نانت الفرنسي. مشكلته هتبقى ان سعره عالي، هو نفسه كراتب بيتكلم في ارقام كبيره. النادي بتاعه كمان مش عايز يسيبه غير تقريبا، شايف له تصريح بيتكلم في 10 مليون. الرقم ده بالنسبه للاهلي مبالغ فيه، انا مش هدفع الرقم ده كله عشان اشتري لعيب، انا كده هبوظ الدنيا عندي. النادي الاهلي حط لعيب بديل، بحيث ان لو الدنيا ما مشيتش مع اللعيب ده يبتدي يروح للاختيار التاني، وهو اختيار جيد بالمناسبة، وممكن يكون أفضل من مصطفى محمد، وهو يوسف ساليتش. اللعيب ده هو لعيب فلسطيني، تمام، بيلعب في الدوري البلجيكي. اللعيب ده لعب في الدوري الإنجليزي قبل كده الدرجة التانية، فاللعيب ده عنده خبرات كويسة. اللعيب ده كمان الشرط الجزائي اللي موجود في العقد بتاعه 5 مليون دولار، فأنا لو ما وصلتش لاتفاق مع النادي بتاعه خلاص انا ممكن ادفع الشرط الجزائي واخد اللعيب فلسطيني هيتأيد محلي وما فيهاش اي مشكله. دلوقتي الاختيار ما بين الاثنين، في الاهلي بيفضلوا مصطفى محمد، عارف الاجواء في مصر، عارف اللعيبه، مفيش مشكله، مش لسه هشوفه هيتأقلم ولا لا. لكن الاختيار بتاع يوسف برضو اختيار ممتاز، ولعيب فلسطيني، وان شاء الله ممكن يبقى احسن كمان من اسامه ابو علي. نروح بقى لنادي الزمالك والاعلام بتاع المدرب. امبارح ظهر لنا اعلان، بصرف النظر عن الاعلان بيحاولوا يقلدوا فيه اعلان النادي الاهلي، مش عيب صحيح، كنت ممكن تعمل فكره مختلفه، لان الاهلي لما عمل الاعلان ده عمله بحاجه تخص تونس، بس ما علينا، مش دي المشكله. فانت عملت الاعلان، مدرب الزمالك ماسك القوس والسهم وبيصطاد العلم الاحمر بيوقعه على الارض، في اسقاط على علم النادي الاهلي واسقاط على النادي الاهلي. طب انت في المره اللي اتعمل فيها اعلان اتصالات انت زعلت جدا ان الاهلي، مش الاهلي كمان، شركه اتصالات عملت اسقاط على الزمالك، مع ان الناس قال لك احنا ما نقصدش، عملوا اسقاط على نادي الزمالك بعربيه الاسعاف. واتكلمنا ان ده عيب وما يصحش وده كيد وكلام كتير قوي اتقال. الاعلان ده لما اتعمل مش النادي الاهلي اللي عامله، اللي عمل الاعلان ده هي شركه اتصالات. انما انت دلوقتي الاعلان ده معمول من عندك، انت بتقدم المدرب بتاعك باعلان فيه اسقاط عن النادي الاهلي. طب قول لي المره الجايه هتشتكيني ازاي؟ قول لي المره الجايه لو انا عملت حاجه فيها اسقاط عليك هتتكلم بأنهي عين؟ ولا وقتها هنقول عيب علشان ده ضد نادي الزمالك وبالنسبه لك انت حلال؟ مش فاهم القصه دي. الموضوع التاني هو موضوع شيكابالا. شيكابالا مضى مع ام بي سي مصر. طب يا اخواتي يا زملكاويه، مش انتوا كنتوا بتقولوا ان ابراهيم فايق مغرض وبيوقع الزمالك، وان قناه ام بي سي مصر مغرضه وبتوقع الزمالك وبتحارب ضد الزمالك؟ طب ما هو شيكابالا راح لها. فهل دلوقتي ام بي سي وابراهيم فايق كويسين ولا وحشين؟ عشان نفهم. فلو كويسين نفهم ان الناس دي كويسه، طب مش كويسين، طب شيكابالا راح لهم ازاي؟ ايه الاسطوره؟ يا ريت تردوا عليا يا جماعه. ولو انت وصلت للحظه دي يبقى لازم تعمل لي شير ولايك وسبسكرايب. سلام.